عليكم وحياكم الله في فيديو جديد. أول مرة تتابعوا القناة نزل لايك حتى تكونوا واحد من الأصدقاء كالعادة. جزيرتكم المفضلة مشروبكم المفضل. خلونا نبلش. قصة اليوم راح تكون اغتصاب الطفلة آمنة، تحديدا اللي اغتصبوها عرفوهم سفاحين أو السفاح اللي اغتصبها. خلونا نبلش بالقصة. القصة راح تكون إنه آمنة كان عندها فستان عرس، كانت تروح لبيت عمها اللي مسوين عرس، لكن هي راحت لبيتهم حتى تبدل الفستان لأن كان ضيق عليه، وراحت بعدها طلعت اختها الكبيرة من الباب وطبت. كانت تنتظر امها انه ما رجعت آمنة، وخابرت اختها الكبيرة قالت لها آمنة وين؟ قالت لها طلعت، لكن ما رجعت البنت آمنة أبد. ظلت الصيحة تعيط الأم ويقوم كامل الدور، خبرت على الأب ورجع من شغله حتى يدور على البنت آمنة، وراح يدورون لكن بعد هواية لقوا آمنة مغتصبة مكانها بصحراء. ما يعرفون من اللي اغتصبها، بعد ما عرفوا كل الأدلة وعرفوا هاي بعد مرور هواية اللي عرفوا انه سفاح قبل القبض عليه صدر عليه بالحكم. وبس كانت نهاية قصتنا هاي. حابين نجيب لكم موثوق لهاي القصة يعني حبايب. كما أتمنى إن الثقة نزل لايك تكونوا واحد من أصدقائي. كما ياسر أخوكم ياسر الربيع. مع السلامة.